بسم الله الرحمن الرحيم. عام كامل مر على طوفان الأقصى، ذلك الحدث الجلل الذي كانت فيه الكواشف العظمى لكثير من الأمور، أهمها وأظهرها بطولات المقاومة وصمود الشعب الغزاوي أمام آلة الحرب الصهيونية المتوحشة، وصمود غزة كلها أمام تكتل قوى العالم المؤيد لتلك الإبادة، وتواصل خذلان الجيران. طوفان الأقصى المبارك أبان للعالم أجمع كيف يمكن للإرادة الحرة الأبية تحت مظلة عقيدتها وقضيتها أن تقاوم الظلم وأحزاب الخذلان. فقد سطر المجاهدون أروع الملاحم والبطولات في الدفاع عن مقدسات الدم والعرض والأرض وقبلة الأقصى، كل ذلك بعتادهم المستطاع الذي به أذاقوا الكيان ويلات الفشل والهزيمة والعار. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طوفان الأقصى ليس مجرد معركة، بل هو تجسيد لمفهوم الكرامة والعزة وقضية الأقصى، هذا الذي يحمله كل فلسطيني في روحه التي على كفه. عام كامل والشعب الغزاوي يصمد صمودا أسطوريا لن ينسى في وجه القصف والإبادة والتهجير والجوع والعطش والمرض، ضاربا مع صموده أروع أمثلة للوحدة والتكافل في الوقوف صفا واحدا، تأكيدا منهم على أن الأمل لا يموت وأن الحق دائما ينتصر. لقد تحملوا أعباء الفقد الثقيلة وواجهوا المصاعب الشديدة بإيمان وصبر وبسالة وشجاعة نادرة، فغدوا قدوة يحتذى بها في الثبات والصمود ضد خصة العدو وغدره الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، بارتكابه كل جرائم الحرب لتدمير الهوية الفلسطينية واغتصاب المسجد الأقصى والقضاء على كل صوت للحق. عام كامل ولا زالت قلوبنا مع ألسنتنا تلهج بالدعاء لأهل غزة العزة مقاومة وشعبا، أولئك الأبطال الذين يكتبون التاريخ بدمائهم ويصنعون المستقبل بأرواحهم، فالله نسأل لهم النصر والتمكين والعزة والجبر والأجر، وأن يخفف عنهم فيستر عوراتهم ويؤمن روعاتهم ويجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وأن ينصرهم على عدوهم وعدونا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل التحايا لكل حر شريف ناصر لأهل غزة ولو بشق كلمة، وأسهم في صمود شعبها وإحياء قضية الأقصى لتبقى رايته عالية خفاقة في سماء الأمة، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.